السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واقعتنا النهاردة من الدقهلية ميت غمر، وبالتحديد من قرية كفر الشيخ هلال في مصرف. هناك الناس لقوا جثة عايمة على وش المية. الجثة ديت لواحدة بدون ملابس خالص، يعني بملابسها الداخلية فقط وملفوفة في بطانية. الناس لقوها عايمة على وش المية، البطانية طالعة كده على وش المية والجثة من جواها. على طول طبعا الناس بلغت الأجهزة الأمنية، جت الشرطة وانتشلوا الجثة لخارج الترعة. وهنا طبعا كان لغز قدام الأجهزة الأمنية، لا معاها بطاقة ولا حاجة ولا يعني مجهولة الهوية. فهنا بدأت الأجهزة الأمنية طبعا أول حاجة بتسأل الناس اللي موجودة في القرية هل حد يعرفها. فطبعا ملامح مش باينة من كتر ما هي بقالها في المية قد 10 أيام، لغاية ما طافت على وش المية. فالناس مفيش حد قدر يتعرف عليها. هنا على طول بدأت الأجهزة الأمنية والشرطة تشوف البلاغات اللي في اسم الشرطة عن بلاغات تغيب. فلاقوا إن في واحد عامل من ضمن بلاغات التغيب، واحد مبلغ عن واحدة عندها 31 سنة متغيبة ولابسة كذا وكذا وكذا. طبعا اللبس مش موجود، هي بدون ملابس خالص، ملابسها الداخلية وملفوفة جوه بطانية. جابوا بقى طبعا هنا اللي كان مبلغ عن اختفاء زوجته ان هي تغيبت بقالها كام يوم وكده، فطبعا جابوه. اول ما شاف الجثة طبعا على طول عرفها، برغم ان ملامحها من كتر ما المية طبعا نفختها، ولكن لقى كمان الغوايش في ايديها زي ما هي، الحلق زي ما هو، الخاتم والدبلة زي ما هما. يعني اللي عمل كده عمل كده ليه بقى؟ علشان خاطر يضل الأجهزة الأمنية، عشان خاطر يخلي تفكيرهم إن دي يعني واقعة تعدي مش واقعة سرقة. فهنا كان لغز برضو قدام الأجهزة الأمنية. طب دي زوجتك، إيه اللي جابها هنا؟ طب أنت بتعرفش إيه اللي حصل؟ لا معرفش إيه اللي حصل خالص. طبعا الزوج بقى نفس الكلام، حيران معاهم مش عارف إيه السبب إن هم لقوها غرقانة بالطريقة ديت. بدأت طبعا الأجهزة الأمنية تبحث عن سبب وفاتها بالطريقة ديت، لغاية ما بدأوا يعرفوا من أهل القرية إن هي كانت بتقف وبتروح تقف مع واحد بتاع محل موبايلات. طيب الجدع ده فين؟ عنوانه فين؟ وكذا واحد قال أيوة إحنا كنا بنشوفها بتقف معاه دايما، وبيقعدوا مع بعض، تخشوا جوه المحل ويقعدوا مع بعض وكده. فهنا على طول جم علشان خاطر يسألوه، وروله الصورة بتاعتها. خدوا طبعا الصورة من موبايل جوزها وعرضوا عليها الصورة. تعرف إسراء ديت؟ قال لهم لا معرفهاش ولا عمري شفتها. هنا طبعا الأجهزة الأمنية على طول تأكدت إن الجدع ده ليه يد في الموضوع ده. لو كان حتى قال لهم أيوة دي زبونة من الزباين عندي كانت بتيجي وبقالي مدة ما شفتهاش، كان بعد عنه حتى الشك. وكده طبعا على طول ما بحث اتأكدت إن هو ليه يد في الموضوع، بدأت طبعا بالضغط عليه، اعترف وقال كل حاجة. إن هي كانت بتجيله وكانوا بيقعدوا مع بعض وكان بيروحوا عنده الشقة ويسهروا سهرات اللي هم مع بعض. سهرات إيه بقى؟ بيشربوا فيها يعني. كانت يعني بتاعت مزاج. وكل ده جوزها طبعا ما كانش بيعرف حاجة خالص. المهم طبعا بيقولك في آخر مرة هي كانت عايزة إن احنا نجيب الحاجة اللي احنا بنجيبها، وادتني الفلوس وكده، وكانت بقى لها مدة ما بتشربش النوع اللي احنا اللي هي كانت موصية عليه دوت. المهم جبنا النوع دوت، وأول ما دخلت عندي الشقة كانت بقى لها مدة ما بتشربوش. فأول ما شافته بقى على طول كأنها يعني إيه مشتاقة ليه قوي، راحت طبعا واخدة بزيادة. فلما خدت بزيادة خدت جرعة زيادة، مرة واحدة لقيتها وقفت، قالت أنا إيه ده، أنا حاسة إن أنا هيغمى عليا. راحت وقعت طبت ساكتة ماتت. أنا وصاحبي اتخضينا بقينا مش عارفين نعمل إيه، طب نتصرف إزاي. قلعناها هدومها خالص وسبناها ملابسها الداخلية ولفيناها ببطانية وقلنا نرميها في مصرف، وما رضناش ناخد الذهب اللي في ايديها ولا اي حاجة، علشان خاطر لما حد يعثر عليها يقول ان هو دي ايه واقع تعدي مش سرقة. واحنا طبعا لا لينا يد في موتها ولا كلام من ده، ولا قتلناها ولا جينا جنبها، ده هي ماتت من نفسها لما خدت جرعة زيادة. هنا طبعا الزوج قال ان انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الكلام دوت. طب الفلوس دي كانت بتجيبها منين كتير دي اللي كانت بتجيب بيها الحاجات ديت؟ قال ان هي عندها ارض، وكانت طبعا الدخل اللي كان بيجي لها من الارض ديت كان يعني يعتبر فلوسها، ما كنتش باجي جنبها، وهي بقى كانت بتتصرف فيها زي ما هي كانت عايزه، وانا ما كنتش اعرف ان هي بتعمل اللي انا سمعته دوت. وطبعا تم القبض على الاتنين شباب دول. ويا ترى بقى هو هيتحكم عليهم بايه؟ لان لسه الحكم عليهم ما صدرش. وهم طبعا عملوا كده من كتر خوفهم، قال لك ان احنا هنتفضح.
هي كده هنعمل إيه؟ ما فيش إلا إن إحنا نتصرّف إزاي، تصرُّف غلط على الآخر خالص، خدوها ورموها في المصرف وقلّعوها. طبعًا هو هيكون في حُكم ليهم وحُكم رادع، وأدي آخرة المشي في الحرام، وآخرة شُرب المخدرات والقرف اللي إحنا بنسمعه دايمًا من شُرب المخدرات. باشكركم جدًا، باتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.